في صدمة كبرى لجماهير النادي الأهلي السعودي، تعطلت إحدى أهم الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. الأهلي الذي حسم صفقة في الشتاء الحالي حتى الآن بشكل رسمي بالتعاقد مع الجناح الغامبي مودو بارو، بالإضافة إلى استعارة الظهير الشاب منصور الشمري من نادي النصر حتى نهاية الموسم. كما توصلت الإدارة الأهلاوية إلى اتفاق نهائي مع المهاجم البرازيلي ماركو أمارال هداف ووهان الصيني للانضمام إلى صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. وأعلن الرياضي فهد الميري تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى الأهلي. وكان الأهلي قد قدم عرضا رسميا إلى نادي الاتفاق للتعاقد مع الكويكبي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بين 14 إلى 20 مليون ريال سعودي. وكشف الميري عبر حسابه الرسمي أن أسباب تعثر الصفقة هو رفض الإدارة الاتفاقية تقسيط قيمة انتقال اللاعب إلى الرقي على 3 دفعات. جدير بالذكر أن الكوكبي يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي الهلال والاتحاد المحرومين من التعاقدات حتى صيف 2023. لذلك فإن تعثر انتقال اللاعب إلى الأهلي في الشتاء الحالي يمنحهما الأمل مجددا في حسم الصفقة قبل بداية الموسم القادم.